وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك أكتر من نص ساعة. هتبقى حلوة قوي لو جايلك ضيوف. تعالوا نشوف مكوناتها ايه. بس الأول، لو أول مرة تشوفوني، أنا سلوى. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بوصفاتي الجديدة. المكونات سهلة قوي. هحتاج 3 بيضات، وأحط معاهم نص كوباية سكر وفانيليا، وأخفق البيض بالمضرب اليدوي لحد ما السكر يدوب. مش عايزة أكتر من السكر يدوب. ممكن نعملها بالمضرب السلك اليدوي العادي ده لحد ما السكر يدوب. بعد ما نتأكد ان السكر داب، هنحط عليهم ربع كوباية زيت وكوباية حليب وهنخلطهم مع بعض، وهضيف عليهم 200 جرام دقيق، يعني ما يعادل كوبايتين دقيق من مج الشاي العادي، او لو المج كبير هنحط كوباية ونص. هنحط الدقيق على مرتين او 3 علشان ما يبقاش فيه كتل في الخليط، وكمان عشان مخرجش كل الهواء اللي دخلته البيض. وهحط كمان معلقة بيكنج باودر كبيرة. نخلطهم مع بعض كويس، وبعدين نحطهم في الصينية. انا حاطه هنا في الصينيه ورقه زبده عشان اعرف اطلعها، ونحط خليط الكيك ونسويها كويس عشان تطلع طبقه كلها في مستوى واحد، وادخلها الفرن على درجه حراره 180. هتقعد حوالي 25 دقيقه لحد ما الكيكه تخرج من الفرن. هنخفق الكريمه. هحط معلقتين سكر على كوبايه حليب لازم يكون بارد جدا، او هحط عليه تلج، واقلبهم مع بعض كويس قبل ما احط الكريمه. هحط الكريم شانتيه وهقلبهم مع بعض الاول علشان البودر ما يطرش في كل حته لما اجي اشغل المضرب، وبعدين اشغل المضرب واخفق الكريمه. انا عايزه اخفق الكريمه لحد ما الكريمه تكون متماسكه. ده القوام اللي انا عايزاه بالظبط في الكريمه. هنجهز الكريمه ونحطها في كيس حلواني لحد ما نشوف الكيكه استوت ولا ايه. الكيكه استوت وبقت جاهزه. هقطعها لدوائر. انا هقطعها بقطاعه، ممكن تستخدموا كوبايه. الكوبايه تدي نتيجه حلوه برضو. هنقطع كل الكيكه لدوائر كبيره، ولو في مكان لدوائر صغيره هيبقى كويس برضو، كان هتبقى شكلها حلو. وهنسيب الزيادات اللي طالعه من الكيكه علشان نعمل بيها حاجه تانية. هنطلع كل دوائر الكيك. طلعوا معايا 9 دوائر كبيره وكمان 2 صغيرين. هنطلعهم بسهوله من ورقه الزبده، وهنخلي بواقي الكيك دي هنعمل بيها حاجه تانية. سمك الكيكه حلو قوي، الاحسن ما يكونش سمك الكيكه تخين. وهسقي كل دوائر الكيك اللي طلعناها. دي ربع كوبايه حليب وحط عليها معلقه سكر. هنسقي الكيك. احنا عايزين الكيكه تتشرب كويس، بس برضك مش عايزينها تتشرب قوي، يعني مش عايزينها تكون غرقانه. احنا عايزينها تكون طريه شويه علشان تكون سهله واحنا بناكلها بالشوكه او بالمعلقه. بعد ما سقيت الكيكه كويس قوي، هحط عليهم الكريمه. واحنا بنحط الكريمه عايزين الكريمه تكون على شكل هرمي شويه. هنحط كميه حلوه من الكريمه. انا حطيت الكريمه على كل كميه الكيك مره واحده، وده بيكون احسن عشان ما تاخدش معايا وقت كبير. بعدين اخر حاجه هاخد بواقي الكيك وهحطهم في الكبة وهفرمهم. ممكن تفرميهم بإيدك، أو لو ما عندكيش كبة ممكن تبشريهم بالمبشرة. المهم يكونوا ناعمين. عايزينها فتافيت صغيرة زي كده بالظبط. هحاول أسوي الكريم على كل أجزاء الكيكة من تحت. ممكن نعمل الموضوع ده بمعلقة، هتنفع برضو، هتبقى حلوة. وهاخد كل قطعة من الكيك واغطيهم بالكيكة اللي ضربناها في الكبة. عايزينها كلها تبقى متغطية بالكيك. سهلة أوي، ما بتاخدش وقت. المهم تغطي الكريمة كلها بفتافيت الكيك. بعد ما خلصنا الكيكة وغطيناها كلها، هنرش عليها من فوق سكر بودر. السكر البودر هيديها شكل حلو، وكمان هيغير طعم الكيكة اللي من فوق. لما تجربوها هتعرفوا. ممكن تقدميها زي ما انت عايزة. هي شيلها سهل جدا لان الكيكة من تحت متماسكة. النتيجة النهائية شكلها روعة، حرفيا بتدوب دوبان. يلا بقى لازم تجربوها. ياريت تكتبولي في التعليقات رأيكم. لايك وشير واشتركوا في القناة عشان يوصلكم إشعار بوصفات الجديدة. أشوفكم على خير في فيديو جديد.